السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الطريقة تاعنا تاع اليوم كما كتشوفوا هذا مقنين كما يطولوا حسون خلوي. هذا حديث الاصطياد، ما عندوش بزاف ملي شريته انا. حبيت نوري لكم اليوم طريقة للترويض، حيث كل واحد يستعمل، كاينين عديد مربين يستعملوا طريقة تجويع، وانا مانيش من مؤيدين هذه الطريقة. دوك نوري لكم الطريقة تاعي اللي هي فعالة، واني مستعملها لمدة 10 ايام. كانت هذه هي الفعالية. درك عندي 10 ايام وانا كل يوم نقوم بهذه الطريقة، واليوم تحصلت على النتيجة هاكم كما تشوفوا معايا. ونقدروا نستعملوا هذه حنايا نعيطولو زقوقو، وماذا بينا نستعملوا أكلة يحبها الحسون. نقدروا نستعملوا بودر شيا ولا تستعمل زقوقو، تستعمل زريعة الكتان. وندخلو يدنا غير بالعقل، على خاطر الحسون ما لازمش يشعر بالارتباك. ويقعد يشوف شنو هذا كما راكم تشوفوا. بسم الله. هذيك طريقة فعالة، وهذه مع الوقت هاكم كما راكم تشوفوا جاد الماكلة وراح تما مازالو مرتبك شوية. ومع الوقت وبالتكرار الحسون تاعنا يولي يشعر بالراحة والأمان، ما يوليش يخاف. أنا فضلت استعمال هذه الطريقة باش نيفيتيو ماكسيموم التجويع، باش المربين يستغنوا على طريقة التجويع اللي هي طريقة بانت لي أنا شوية. هذيك الحسون تاعك يولي ياكل من يدك بالعقل يكسب فيك ثقة. أهم شيء هو كي الحسون ما يوليش يخاف من مولاه. هذيك طريقة ناجحة الحمد لله. وفي لي فيديو واحد اخرين زدنا مرور الزمن ندير لكم لي فيديو واحد اخرين وين نروحو درجة في ترويض تاع الحسون حتى نولو نخرجوه من القفص ديالو. هاي لحقنا وين طائر ولا عنده أريحية، مش كيما اليامات الأولين كان يرتابك، ندخل يدي يهرب يروح للمنجوار تاعو للمأكل. هاذيك دركا بارك الله فيكم. شكرا على حسن المتابعة والإيصال كما يقولون.